صباح الخير، ازيكم؟ ازاي احوالكم؟ راني ماشيين على المشاوير الصباحيه ديالي في ماي تسيوتا. ايه رايكم في الطله وشدي؟ الطله وايد عاديه، المهم بس الخرجات العاديه جاز وشدي. اليوم عندي جلسه ديال ليزر، كندير صافون ليزر لوجهي. نبارطاجي معكم داكشي. نقص واحد الطفله وايد طيوبه، فيري مولي كلاس، وعندها ياسر من الاشياء صراحه، عندها ياسر من الخدمات كتقدمها في مركزها. سوري، من غير الليزر كتعدل ياسر من الاشياء، ياسر من الخدمات اللي تمشوا معايا ان شاء الله. وتكلمنا الطفله اللي معاها عن داك الشيء باش ما تقولوا عني كنبخل عليكم شي. اش رايكم في ماي مسواك؟ شوفوا هذوك كيسمى يقولوا لي بدلي طريقه كلامك، بدلي طريقه كلامك، كدير طريقه كلامي اللي هي راه ملي كنجي نتكلم انا داك الكلام العادي اللي كنتكلم به مثلا في الخدمه ولا شي حاجه، راه كنعود مستذكره وايد يعني كنعود وايد ذكوريه. انا كنبغي نبارطاجي معكم كلامي اللي كنكون انا مرتاحه فيه ونوستي وجمالي، يعني كنبغي نبان لكم في احسن حله، ما كنبغيكم تشوفوني في انا الحالات البشعه ديالي. اوكي، وايد احبكم وايد اعشقكم وانتم كذلك بتحبوني. وليتس جو لكي نرنكي السياره. جات انا رايوتي خاسره على فكره، داكشي كان نقبض واتس ماي فازر. الحين وصلنا، هذا هو المكان، هذه البلاصه المهم بين النهضه والعراق. اوكي يلا ليتس جو حبايب قلبي. رجعين يا هوا رجعين من زهرة الياسمين. ما بعرف زهرة ايش، راني طالعة في الدروج وشذي الفستاني باش ما الفستاني باش ما يتغبر لاني اميرة. كتير الضوء باش تشوفون جمالي. هذه دفتهم، حنكرر عليهم الدفة شذي. خاصك ديما تبغي تكري كرة ما تعود كرة مسينة، تعود كرة خفيفة شذي. ايوا عندهم كاع سرسار، اخير تسرسلين ان تكرين، لان الكرة ايوا اللي غدارة. هاي راني وصلت لهن، ندير لكم داك نصور لكم المكان وشذي باش تشوفوه. فهمتوا؟ راني كنشوف نفسي في المرآة. هذه انا الشبيبه الحرام مخسره النظام، واخا دبدوبه شويه ولكن نو بروبلم اتس اوكي. شوفوا ماي نيلز اللي تمنعتهم لكم 20 مره because this by me. لكن نصوركم مكان وبعدين نشوفوا المكان مع بعضياتنا، وبعدين يقولوا لهم هاتي الخدمات ديالهم. عندهم ناس من الخدمات وايد جميله. وهذا هو المكان حبايب قلبي، شايفين المكان زوين تبارك الله والنقاء. هذه لا ريسبسيون، طبعا من صور الطفلات اوكي، لانها حريه شخصيه، الانسان خاصو دائما يحترم حريات الاخرين، ما يصورهم بدون اذنهم او بدون ارادتهم. هذا مكان ديال الصلاه، هذا مكان ديال الجلوس مريح جدا، خصوصا هذا الكرسي الجهوي. I love it. المهم حبايب قلبي مرة ثانية، شوفوا عندهم ياسر من خدمات هنا. غادي نتكلم لكم أول حاجة عن الخدمة اللي كنجي أنا كيقدموا لنا سياحة في هذا الكابيني. شوفوا الليزر، ياك أنا كنجي كنعدل عندهم ليزر وجهي، لاحظت واحد النتائج ما شاء الله. الزغب اختفى تماما، وحتى منين كينبت بحال هو بريء. الطفيلات تقولوا لي شنو الخدمات اللي كتقدموا من غير الليزر. شوفوا على فكره الليزر كيديروا كلشي، حتى المناطق المناطق الحساسه وشذي والابطين والاشياء، جميع الاشياء ديال المراه تجبروها. يعني الطفيلات راهم يتكلمون عن، تفضلي قولي لنا الاشياء الاخرى. بالنسبه للخدمات اللي كنقدموها هنا في الكابيني سكين هيلثي، عندنا اللازر طبيعة الحال الجسم كامل، اي منطقه بغيتي. عندنا لي سوان ايدغا فاسيال بروفون، عندنا لوكسيجينو اللي كيعطينا النضاره، عندنا الهايفو دوبل مونطو يعني ديال الغلوغ،
الهايفو ديال الوجه، الهايفو فاجينال يعني تضييق المهبل. عندنا الميزو يعني الميزو ديال الوجه، والميزو ديال الشعر اللي كتعاني من تساقط ولا عندها بدايه صلاع الى غير ذلك. عندنا كذلك علاج زوين اللي هو لا غاديو فريكونس فراكسيوني، هو علاج ديال الحفر ديال الوجه ولا البطط، يعني دوك التمددات لا سواء ديال زياده الوزن ولا سواء ديال الحمل. عندنا كذلك الليزر الكربوني يعني الكربون بيل الجسم كامل اي منطقه بغيتي. عندنا كذلك البيلينغ يعني التقشير البارد اللي كنديروا في هذه الفتره اي منطقه كذلك في الجسم، سواء وجهك، الابطين، الكوعين، اي بلاصه عندك فيها اشكال فكنديروا لها تقشير بالبارد وبس خلاص. والطفيات شوفوا راني قلت لكم جميع الاشياء اللي كيقدموه ونتياها، وان شاء الله ماكم تندموا. وطبعا ما بخلت عليكم بشي، راكم تعرفوني انا بغيت طيوبه وراكم تجوهم ماكم تندموا ابدا ابدا ابدا. درك ندخل باش نعدل الجلسه ديالي الماي فيس هذا الجميل لانه لا يستحق الا الاشياء الجميله. وبس خلاص طفيلات، لا تبخلوا على راسكم، لا تبخلي على راسك، تعالي عيشي الحياه وعيشي اللحظه. ما كاينش حاجه غدوم لك من غير جمالك وشبابك وبشرتك، راه كلشي كيمشي ويجي. الرجال، الفضه، الحياه هي اللي كتبقى والجمال اللي كيبقى. ودرك حبيباتي عدلوا لي الليزر. شوفوا فمي اللي تشوفوا شكله غريب يعني وارم، لانه دايرين ديك بروتيكسيون ديال السنين، ويديروا لي حتى ديال العينين اوستي على حساب العينين لانه اشعه الليزر. طفيلات او فاي من شي حاجه اسمها لاسير لوجهك كتراها الوجه، او فاي من شي حاجه اسمها الخيط للوجه كيضوب الزغب وكينبت الزغب تحت اللحم. هون اللي تتهناي من هاي المسائل كامله. انا خطيت هاي الرحله وخسرت الطفيلات نوفر عليكم. سبب لي الغلوغ، سبتوا لي لاسير والحلوه بسبب داك الجباد يتراها لك وجهك. باش تحافظي على شد وجهك في شبابك تعالي عادلي ليزر، تهناي من الشعر الزائد في الوجه. الحين كملت الجلسه ديالي، درت لي هذا ديال مضاد يعني مضاد الحروق وداك الشيء حاجه لا خرص. الحمد لله سوف يختفي الشعر وملي واحد النظاره كتعود زوينه ملي كنمسح هذا تبارك الله ما شاء الله. المهم هذا ينقال له سكين هيلثي، راني عندكم بلاصه برا فين كاين، ومرحبا بكم كاملين عندهم. ماكم لي تجبروا المعامله الزينه والخدمات الجميله، وماكم لي تندموا ابدا 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 ابدا. وصراحه والله من القلب راه مولانا شاهد كاين حتى شي حاجه ثانيه. شي حاجه الله فرق ما بين دخلت وبين مرات. شوف ما شاء الله. الجماعه الابيض الاحمر، الجماعه على الذهب. بالله مزعج دول العايل. ويلي كي حد لابس الطالون. يلا قلت لكم طفيلات عيشوا اللحظه، عيشوا حياتكم، خسري اختي على راسك، بروفيتي في الزمان وفي الوقت وفي البشر قد ما بغيتي. والرجاله قبضي منهم لا شي حاجه اللي تفيد جمالك، شي حاجه اللي تقلق راسك ومشاكل. وقعدي وطوط عليا انا بمشاكله في التليفون ويبارطاجي معايا زبلو، ما عندي ما ندير به. قلتهم احسن قسما بالله. تجي اختي ديري شي حاجه، تمشي ديري ماساج مانيكير بيديكير، ها انت يا حبيبه ديالي نبدل النفسيه. نمشي نشري شوكولا لا بيريود، شوكولا على حساب انا دائما في راسكم الطفيلات نحس على الهرمونات تخربقوا، نحس على نفسيتي تدمرت، نحس عن شي حاجه نمرق نقبض واتي الوته اللي كاينه، واخا تعود ما كاينه وته عندي لا عند الدار ولا شي، نقبض وته لوكاسيون نقعد نسكوح صالون حمام ليزر اي شي اللي يفيد جمالك، اي شي ذكروا لي الزينه اختي، ماسك بلوح ريجيم اللي كان شي حاجه كامله تفيدني. ذكري لي حتى شي حاجه ثانيه حبيبه، ذكري لي غير جمالي وحياتي فقط والله. لانه منين درت معكم هاي القصه الفايته معظم الطفيلات كيجوني كيتكلموا لي على العلاقات والبكاء على الاطلال، وذاك عدل لي وذاك دار وسالي وفلان ما يدور يشدني. يما يعملوا ما يشدش، يعملوا ما يشدش، رانا تاع راسنا حنا في الاخير كيمشي عنك ويخليك نسبه الطلاق راهي عاليه. اللهم نعيش وحيده سعيده ولا نعيش قدام المجتمع اني اون كوبل وانا عايشه الضيم والظلايم. نصيحه والله
وحتى الا عرفتي متزوجه مولي ونكد عليك مرضك في صحتك، خرجي اختي ديري شي حاجه لحياتك بلا ما ترفدي له الهام وداكشي ديال رفد لك الهام ونقعد نتعصب معاه ونمرض صحتي معاه. سانسيري عندما تسمسرين تتبطرنين وتتشوببين، وعندما ترفدين الهم بلا ما نقول لك ماذا سيقع لك، سوف تأخذين أكبر قالب في العالم. لا ترفدين الهم لأحد أبدا. ما رفد الهم لحد مو بويا ومي راسي بس. شفتكم الشوافة.